اول شيء شلونك كابتن ابراهيم، والف مبروك لكم حقيقه هذا الانجاز، وشكرا لكم من القلب على هاي الفرحه العراقيه. اول شيء الله يبارك فيكم. اكيد هاي الفرحه يعني فرحنا شعب كامل 45 مليون، حقيقه يستاهلون لهذا الفوز الى شهدائنا الابرار اللي ضحوا من اجل وطنهم. ان شاء الله صعودنا لكاس العالم مو من اجل يعني فقط انه راح نشارك، لا راح نأدي وراح يكون اسم العراق في المحافل الكرويه. اريد نسمع اللحظات بعد اعلان صافره الحكم وانتهاء المباراه ولحظه فوز منتخبنا الوطني وتاهله الى كاس العالم. كلاعب كنت متواجد بالملعب، شنو كان شعورك؟ اكيد هو شعور لا يوصف. يعني اخر لحظات كانت لحظات صعبه علينا. طلعت انا دقيقه يمكن 83 ل 82، يعني ايمن دخل الى غرفه الملابس، ما طلع على الملعب لان ما يريد يشارك من الدقائق الاخيره. حقا على المدرج انه ما يريد يشوف الدقائق الاخيره انه المنتخب البوليد انه ويعني تقرب الفرحه، فكنا قعدنا على اعصابنا الكل. لا الشكر انه نهايه المباراه كانت فرحه عارمه بين الجمهور الذي حضر في الملعب. اكيد كان رقم واحد هو، فكانت لحظه لا توصف حقيقه. هذا 40 سنه، فكانت لحظه يعني شعور، لحظات كانت لا توصف. اكيد نعم. يعني كلاعبين انتم شعوركم بعد ما انتهت المباراه والمباراه انتهت لصالحنا، اللي كان متواجد في ارضيه الملعب واللي كان خارج ارضيه الملعب؟ يعني اللاعبين نصهم انهم يعني كانت حقيقه مثل الصدمه، اللي هذا فرح، اللي هذا يضحك، اللي هذا اللي يبكي، انه شلون انه نسعد الشعب العراقي بهاي المباراه. حقيقه كانت يعني لحظات صعبه، يعني فروق يعني كل اللاعبين تشوف فيهم انه يبكون. طبعا شكرا كابتن ابراهيم على هذه الكلمات.